السلام عليكم. في تسريبات خطيرة بدأت تطلع للنور وبتكشف لأول مرة عن تحول غير مسبوق في السياسة السورية بعد رحيل بشار الأسد وظهور أحمد الشرع على الساحة. هل فعلا الرئيس السوري الجديد بدأ يمهد الطريق للتطبيع مع إسرائيل؟ وهل الاعتقالات الأخيرة لقيادات من المقاومة الفلسطينية جوه سوريا ليها علاقة بالحكاية دي؟ كل ده وأكتر هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديدة أول بأول. ويلا بينا نبدأ الحكاية. نبدأ بآخر تسريب نزل في موقع RT نيوز اللي كشف عن اجتماع حصل الأسبوع اللي فات في قصر الشعب في دمشق، واللي جمع ما بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعضو الكونجرس الأمريكي دان جولدمان، وكان حاضر كمان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والنائب الأمريكي مارلين ستودزمان. الاجتماع ده كان كله مفاجآت، والمفاجأة الأكبر كشف عنها النائب الأمريكي ماكسويل ميلز في حوار مع التلفزيون العربي من اسطنبول، واللي قال فيه إن أحمد الشرع أبدى انفتاح مباشر على التطبيع مع إسرائيل. أيوة زي ما سمعت كده، الراجل أبدى مرونة غير معتادة في أكتر من ملف، وأكد إنه ما عندوش مانع يفتح علاقة رسمية مع إسرائيل، وده ممكن يوسع اتفاقية إبراهيم لتشمل كمان سوريا. والمثير للجدل أكتر إن الشرع بحسب كلام ميلز اتعهد بعدم استخدام الأراضي السورية في أي هجمات على إسرائيل ولا حتى نقل أسلحة عبر سوريا. كمان واضح إن في نية من الشرق لتقليص نفوذ إيران في سوريا، وقال صراحة إنها بتمثل خطر على بلده وعلى المنطقة كلها، وده موقف أمريكا وإسرائيل بتحبه وبتدعمه. بس مقابل ده كله الشرع مش جاي يوزع تنازلات ببلاش، طلب رفع العقوبات الأمريكا عن سوريا، وده قرار في إيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي رجع للبيت الأبيض مؤخرا، وطلب كمان إن سوريا تلتزم بالمعايير الأمريكية، يعني حماية الأقليات، حقوق الإنسان، شفافية الحكم. في وسط الجو ده نزل بيان من حركة سرايا القدس جناح الجهاد الإسلامي بيقول إن الحكومة السورية قبضت على 2 من قيادات الحركة من غير توضيح الأسباب، والبيان اتنشر على موقع العربي بوست وغيره. الخطوة دي عملت عاصفة على السوشيال ميديا، والنشطاء وصفوها بالخيانة، خصوصا إنها جاية في وقت بيتقال فيه إن سوريا ماشية ناحية إسرائيل بسياسات جديدة تماما. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل دي رؤية شخصية من أحمد الشرع ولا بداية لتحول شامل في سياسات سوريا الخارجية؟ وهل هنسمع رد رسمي من الحكومة السورية على كلام عضو الكونجرس ولا هيفضل كله في الكواليس؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، وافتكروا تدعمونا بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. اللهم احفظ مصر وشعبها وجميع الشعوب الإسلامية والعربية من كل شر وسوء. اللهم انصر فلسطين وسوريا والسودان واليمن ولبنان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.